أعزائي المتتبعين، مرحبا بكم من جديد في استكمال قراءة كتاب ربيع الإرهاب في الجزائر، شهادات وحقائق صادمة عن جرائم الدير إز لكاتبه عمر رامي. الجزء الثامن: الشلف، سجن تحت الصفر. بعد يوم طويل من السفر وصلنا حوالي الساعة 7 مساء إلى سجن الشلف، وقد جفت الدماء في عروقنا وأضعفنا الإرهاق من الرحلة تماما. الترحيب كان احترافيا للغاية، بل ودودا بعض الشيء، فأنا شخصيا اندهشت من ذلك السلوك. فعلى ما بدا كان الحراس غير مهتمين بوصولنا. بدون الإكثار من الإجراءات الإدارية أو البروتوكولات، وبسرعة كبيرة تم توزيعنا إلى مجموعات من 5 أفراد على 6 زنزانات لتلك الليلة كما أخبرونا. كان اليوم 28 رمضان الموافق ل3 مارس 94. في ذلك المساء، بينما كنا نتذوق الشوربة التي قدمها لنا إخواننا السجناء، لم تتوقف خطة الفرار التي تركناها وراءنا عن شغل بالي. فمن المؤسف أن فكرة إذلال الدولة غير الشرعية لم تكن مكتوبة في قدرنا. في وقت مبكر من اليوم التالي، قبل وصول فريق حراس النهار، انتشرت شائعة عن عملية فرار مذهلة من سجن لامبيز. أكثر من 1000 شاب جزائري ينتمون إلى تلك الفئة الاجتماعية والإيديولوجية التي قرر الجيش إبادتها. استعادوا حريتهم لأنه لم يكن لديهم بديل آخر سوى السير على خطى آبائهم. أراد العديد من المفكرين والمتعلمين أن ينسبوا هذا الهروب إلى عبقرية دائرة الاستعلام والأمن، حيث حاول صحفيو النظام عبثا نشر دعاية رسمية على أنه كان إجراء استراتيجي لحفظ ماء الوجه في مواجهة الرأي العام الوطني والدولي. لعبت هذه الصحافة التي أعيدت هيكلتها تحت إشراف الجيش منذ وصول من يطلق عليهم جيش الحدود إلى السلطة دورا رئيسيا في تقييد المجتمع الجزائري. سوف يعلم التاريخ وستتطرق الكتب المدرسية إلى جميع الجرائم التي لا تخضع للتقادم في الجزائر الجديدة. سيتم الكشف عن الأسماء والوظائف والمسؤوليات يوما ما للشعب. كنت أشعر بالغضب في أعماقي لأنني فوتت عملية القرن ب9 ساعات، لكن حين فكرت في الأمر فإن التحدي كان هبة كبيرة من السماء. وفي جميع الأحوال أنا سعيد لأي شخص أراد أن يأخذ مصيره بيده، سواء كان في الجبال أو خارج الوطن، لأن ذلك غير مهم ما دامت طينة الرجال من نفس المادة التي صنع منها العم سعيد تاء صديق طفولتي. عنوان هذا الفصل: الشلف، سجن تحت الصفر. ربما تتساءلون عن سبب اختيار عنوان مماثل، وهل هو مجرد أسطورة أم حقيقة؟ سجن الشلف هو مؤسسة عقابية تابعة لإدارة السجون، طاقتها الاستيعابية صغيرة نسبيا. لفترة طويلة لم تكن قادرة على استيعاب المحتجزين في قضايا القانون العام في ظروف مقبولة، ناهيك عن التدفق المستمر للوافدين الجدد الذين تحكم عليهم المحاكم الخاصة. مجموعتنا التي جاءت من لامبيز تكيفت بسرعة مع روتين المؤسسة بفضل الترحيب الحار والدعم الصادق لإخواننا من الغرب، إذ سيكون من الظلم عدم تسليط الضوء على صدق الأخوة والضيافة التي لا مثيل لها في هذه المنطقة. مرت الأشهر الأولى في ظل أفضل الظروف الممكنة لمعتقلي المحاكم الخاصة، حيث كانت الحرية شبه كاملة داخل الجدران، متوجة بغياب تام وغير معقول للقيود أو سوء المعاملة. وضع مثالي، حيث كانت ممارسة الرياضة مسموحة، فكان يتم تنظيم مباريات لكرة القدم، وحتى أوقات الاستراحة في الفناء كانت طويلة جدا. كانت العلاقة مع الحارس المسؤول تسير على ما يرام، وهو رجل اسمه يوسف، كان يتمتع بروح طيبة متعاونة. لكن دوام الحال من المحال، وحين يكون كل شيء على ما يرام فلا بد من تغير الأحوال. الحياة في ملاحق السجن. كان متوقعا أنه في ظل ظروف النزاع المسلح لا يمكن أن تستمر فترة الاسترخاء هذه طويلا. عاجلا أم آجلا كان وقوع حادث على الجبهة السياسية العسكرية من شأنه أن يغير الوضع جذريا. لمدة 6 أشهر لم نعش أي تجاوز في هذا السجن الذي كانت له سمعة سيئة للغاية في عالم السجون. في شهر تشرين الأول 94
حدث أمر مؤسف للغاية، وهو اغتيال الحارس المسؤول يوسف، فتم وضع جسده ورأسه مقطوعا على المدخل الرئيسي للموظفين. هذا الفعل المشين المشابه للاستفزاز أدى إلى تحول تام في ظروف الاحتجاز. بدأت حركة كبيرة بمجرد انتهاء النداء على الأسماء بين مركز التوقيف والملحق، وهما أماكن إقامة السجناء الذين يحاكمهم رجال يرتدون أقنعة. بعد انتهاء عمليات إعادة التوزيع وإغلاق الزنزانات، شرعت الإدارة في وضع جدول زمني لتدابير التقييد الجسدي والقيود المادية. في غضون ذلك أطلق الحراس، وهم تلك البذرة السيئة التي تنمو في كل مكان، العنان لغريزة الانتقام، فتعرض ما يقارب 400 معتقل للضرب والإهانة والبصق، حتى أن البعض تم تجريدهم من ملابسهم وانهالوا عليهم بالركلات. أما صغار السن ما بين 19 و22 فكانوا يتعرضون لاعتداءات جنسية. المادة الأولى في اللوائح الجديدة من الإجراءات الانتقامية المتشددة هي منع القرآن في جميع مرافق السجن، فأصبحت أي قراءة أو كتابة إسلامية تنجر عنها عقوبة في سجن الشلف. تم سحب جميع مصاحفنا وكراريس الكتابة. أي صورة أو أي آية قرآنية منسوخة عن الورق يعاقب عليها ب12 جلدة على باطن القدمين، كما أن جميع الرموز التي تشير إلى الإسلام يعاقب عليها القانون. إضافة إلى الحظر المفروض على الكتاب القرآني، نجد مجموعة من القيود الأخرى، مثل تقليل وقت النزهة في الفناء إلى أبسط أشكاله، أي ساعة واحدة في اليوم، صباحا في الأسبوع الأول ومساء في الأسبوع الثاني. يجري تغيير زنزانات النزلاء بين المواقع كل أسبوع. التمارين الرياضية محظورة. زاد عدد عمليات تفتيش الغرف والتفتيش الجسدي، والأدهى من ذلك هو أن يتبعها عقاب جماعي، وكذا سوء المعاملة وإدلال النزلاء الذين يتم اختيارهم عشوائيا. لقد أصبحت الاستفزازات نصيبنا اليومي، حيث لا يمر يوم ولا نسمع فيه أن أحدا منا قد تعرض لاعتداء وحشي من قبل حشرات السجن. أحد المواقع المستخدمة في حبس المعتقلين الذين حوكموا في محاكم خاصة تعرف باسم الملاحق لبيس، لم يكن في الأصل مخصصا لهذا الغرض، بل كان مستودعات مخصصة لأنشطة خاصة بالطيران، وتم تحويلها في هذه الظروف الخاصة إلى محتشدات مؤقتة. يحتوي المستودع على 8 غرف تتسع لأكثر من 40 شخصا من هذه الفئة من الجزائريين الذين أراد العسكر إبادتهم، على عكس المؤسسات العقابية الأخرى، حيث تستوفي الغرف الجماعية معايير دولية معينة منذ بداية القرن الماضي. فإن الملاحق ليست سوى نتائج ترتيب مؤقت يهدف إلى استيعاب الاكتظاظ الكبير. ترتفع الجدران ب8 أمتار، تعلوها 3 أمتار من القضبان المعدنية وزجاج بلاستيكي شفاف قاس وصلب، مما يسمح بدخول ضوء النهار وإضاءة غرف الاعتقال. علاوة على ذلك، يتم استخدام ألواح الحديد المموج المثبتة على إطار معدني ثقيل على شكل سقف للغرف. الكثير من هذه المستودعات لم تصمد أمام مرور الزمن. لم تعرف هذه المباني أي صيانة أو ترميم أبدا، وعند وصولنا كانت في حالة متقدمة من الإهمال. عدد كبير من قطع السقف والحديد قد تحطم أو تطاير مع الرياح، تاركا بذلك الظروف المناخية لولاية الشلف تتسلل إلى حياة السجناء الصعبة للغاية أصلا، أي المطر والرياح وبرد الشتاء الذي غالبا ما تكون درجاته تحت الصفر، وحرارة الصيف الحارقة التي تصل إلى 42 درجة. كل هذا يجعل المؤسسة ترقى إلى مستوى سمعتها الشريرة بأنها سجن تحت الصفر. تحتوي الغرف على مرحاضين وصنبورين للمياه غير صالحة للشرب. في معظم الأوقات هناك أكثر من 40 شخصا نتقاسم مساحة بها 24 بلاطة فقط، أو أقل من متر مربع واحد لكل نزيل، مع بطانيتين لاستعمالهما في النوم. في أذهان الجزائريين يمكن أن يكون الطعام المعد في مطابخ السجون مشابها للأطباق المقدمة إلى المجندين في الخدمة الوطنية. بعد تجربتي لكلتا الحالتين، أستطيع أن أؤكد لكم أن طعام الثكنات على الرغم من كونه مثيرا للإشمئزاز يعد صالحا للأكل من قبل البشر. دون التطرق لنوعية الطعام المثيرة للإشمئزاز، تم تخفيض حصصنا في الطعام إلى الحد الأدنى بعد حادثة وفاة الحارس المسؤول. يحصل كل فرد على نصف كوب من القهوة
وقطعة صغيرة من الخبز على الإفطار. في الغداء قد نجد على سبيل المثال 12 حبة لوبيا أو 30 من العدس وكوبا من حسائها ورغيفا من الخبز. في العشاء يقدمون لنا أي شيء يتم طهيه وبنفس الكمية. لم يكن موظفو السجن المعروفين بانعدام الأخلاق والوازع الإنساني مختلفين في الواقع عن زبانية مركز عبلة عنتر سابقا في سجن العنف والسادية، فقد تم تسليط جميع أشكال العقاب والتعذيب بشكل جماعي أو فردي يوميا. من ذلك الكابوس الذي عشته خلال عدة سنوات سأروي لكم بعضا مما مررنا به لعرض جزء صغير من مسلسل الإذلال والإهانة، أين كان أبسط دليل أو فعل يرتبط بالإسلام يؤدي إلى عقاب فوري. في أحد الأيام وبعد المناداة على أسمائنا ككل صباح، لمح أحد الحراس أثناء الفحص الروتيني لغرفتنا قطعة قماش كقبعة كان يستخدمها سجين شاب يبلغ من العمر 20 عاما لتغطية رأسه من البرد الذي كان ينسكب من السقف المهترئ، فشباها بالعراقية، وهو غطاء إسلامي للرأس. فسحبت إلى المكان الذي يتم فيه تنفيذ العقوبات وتلقيت عشرات الجلدات بخيط كابل الهوائي على باطن القدمي. في ذلك اليوم كنا 6 سجناء تلقوا في الصباح الباكر جرعة من التعذيب. كان الحراس معظمهم من الريف يبتكرون أصنافا من العقوبات لتطبيقها على المعتقلين الذين أضعفتهم أصلا الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها. لا بد أن معنويات المساجين كانت قوية، بما أنه لم تخرج من هؤلاء الرجال العاديين حتى ذلك الحين غرائز مخيفة. لم يظن أحد أن السجن شلف بالنظر إلى الطابع الودود والمضياف والدافئ لبناء المنطقة يمكن أن يكون سوى سجن في البلاد. سجن له سجل أسود من الانتهاكات الممنهجة على يد حراس نشروا الرعب والابتزاز بين نزلاء السجون الخاضعين لسلطتهم. يمكنني الاعتراف بأن أكثر اللحظات إثارة للاشمئزاز في حياتها عشتها في سجن الشلف، وسأخبركم عن سبب ذلك. في اليوم الذي قتل فيه أمير الجماعة الإسلامية المسلحة الراحل شريف قواسمي المعروف باسم أبو عبد الله أحمد في كمين وقع في 26 تشرين الأول 94، إذ كنت أتذكر بشكل صحيح، تم القيام بتفتيش عام في الزنازين والغرف بشكل مفاجئ. فوجئنا بصفارات الحراس الصارخة تبلغنا بمغادرة المكان على الفور، فلم تعد لدينا إمكانية إخفاء أي شيء، وتركنا القاعات على عجلة من أمرنا متتبعين توجيهات الحراس لنجد أنفسنا في ممر واسع وطويل. كانت دهشتنا كبيرة حين اكتشفنا أن جميع موظفي السجن متورطون في عملية الإذلال الجماعية. صرخ رئيس المعتقل، وهو رجل يدعى زنقة، ومساعده يدعى العهد، بفظاظة شديدة ليأمرنا بتجريد أنفسنا من الملابس لنبقى عراة تماما، وأن نواجه الحائط مع رفع الأيدي ووضعها عاليا. مشهد حقير لا يلجأ إليه سوى البائسون. تخيل معي ما يقارب 200 بنية شديدة وقوية مكشوفة مثل حيوانات المذبح. كان الجو باردا نسبيا في ولاية شلف في ذلك الوقت من العام، فبقينا نرتجف في تلك الوضعية لمدة 40 دقيقة على الأقل، والحراس يجولون ذهابا وإيابا متصنعين للإثارة الجنسية، فيلمسوننا بأيديهم ويتحرشون بمداعبة أرداف الأصغر سنا من بيننا. في أحد الأيام قام أحد الشباب بالنداء إلى صلاة المغرب بأداء الآذان بصوت مؤثر جدا، وكان أحد الحراس يراقبه من أعلى مركز المراقبة الخاص به. كنا قد لاحظنا وجوده، لكن ذلك كان أمرا عاديا، فلطالما كان الحراس يتوقفون للاستماع إلى الآذان ومشاهدتنا نؤدي صلاة الجماعة. لكن في اليوم الموالي بعد المناداة على الأسماء تم استدعاء 3 من إخواننا الأشداء المعروفين في السجن بأنهم رجال أقوياء، ومعهم الشاب الذي أدى الأذان بدون أي ذريعة أو سبب معقول. تلقى الإخوان ال3 عقابا باستخدام كابل مظفر، ما ترك علامات عميقة على أجسادهم ووجوههم، بينما لم يعاني الشاب من أي وحشية، بل عاد بدموع كبيرة في عينيه وغضب لا يوصف من العجز. قام أولئك السجانون بتجريده من ملابسه كليا، ووضعوا يديه على الحائط وقاموا بلمسه بالأصابع واليدين،
وحتى بمعداتهم، وهم يضربونه بعنف على أردافه طوال 20 دقيقة في حضور العديد من زملائهم الذين جاءوا للاستمتاع. في فصل الشتاء وفي هذا السجن المكشوف على الهواء الطلق يكون البرد قارسا وقاسيا دون وسيلة للتدفئة، حتى البطانيات وملابسنا لم تستطع مجابهته. مع ندرة الغذاء وخفض الحصص الغذائية كنا نتدبر حالنا بوسائلنا الخاصة، فنحن الذين نأتي من بعيد نحصل على المؤن من متجر السجن، أما إخواننا من الغرب فكانوا يتحصلون على القفف بانتظام من مواعيد الزيارة، فكان تبادل المساعدة فيما بيننا تساعدنا على مقاومة الظروف بشكل أفضل. عندما يحل فصل الصيف نصبح عاجزين أمام الحرارة التي كانت تتجاوز داخل الغرف في كثير من الأحيان 45 درجة تحت ذلك السقف المعدني. كان النزيل فضيل باء يعاني من أمراض باطنية مزمنة، وتعرض لصعوبة هائلة في التنفس بسبب حرارة الجو. لم يكن يستطيع الوقوف ساكنا لأنه يحس بالاختناق، فنبهنا السجانين الذين لم يأبهوا لأمره تماما. في حوالي الساعة 9 من صباح ذلك اليوم استلقى أخونا فضيل باء على فراشه ونطق الشهادتين ليغادر بهدوء السجن والحياة إلى الأبد. حتى لا ننساها مجية ووحشية رجال هذا النظام ومؤسساته. ثم نقل شقيقنا فضيل باء إلى المستوصف وكأنهم يقومون بنقل أقياس القمامة. أتى نزيل يعمل ممرضا إلى غرفتنا برفقة 2 من الحراس، وقام بسحب الجثة من الذراعين ووضعها على شكل حزمة فوق كتفه، وحملها نحو المستوصف دون مبالاة ولا إنسانية. الحياة في مركز الاعتقال. الحياة هنا ليست مختلفة، بل هي نوع من التكرار المرير. الفرق الوحيد هو أن هذا الموقع يحتوي على زنزانات ضيقة مساحتها 2 على 3 أمتار مجهزة بركن لقضاء الحاجة، والتي من المفترض أن تستقبل نزيلين فقط وفقا للمعايير المتفق عليها دون مراتب وأسرة. وبغض النظر عن أساسيات الإقامة في الزنزانة، فقد تم حشرنا في مجموعات من 4 وأحيانا 5 داخل الزنزانة الواحدة، مع ساعة واحدة فقط للاستراحة في اليوم، وسوء معاملة ل23 ساعة. ومثل ما هي معاناة نزلاء الملاحق مع سياسة التعنيف والعقاب الجسدي، عانى أولئك الموجودون في مراكز الاعتقال من نفس الكابوس، إن لم يكن أكثر، فكانوا عرضة للانتقام الدموي قد تم التخطيط له وتنفيذه في غياهب عتمة الزنازين. أريد أن أستذكر هنا واحدا آخر من إخواننا، وهو محمد بوراس من غليزان، حفيد عائلة ثورية عريقة وسليل المجاهد الوطني محمد بوراس، أحد رواد الكشافة الإسلامية الجزائرية. في البداية التقيت به في الملاحق، وكان في حالة جيدة تجسدت في قوة جسدية وعقلية عالية، وهي ما يلزم للخروج من هذه المحنة الصعبة للغاية بصحة وسلام. حكم عليه بالسجن 12 عاما، وهو طريق طويل جدا لقطعه في هذه الظروف. كنا نرى بعضنا البعض كل يوم طيلة 6 أشهر. تعاطف معي كوني عاصميا تائها وسط إخوته من الغرب، وما ربطه به هو شعوره بالحنين، لأنه قضى جزءا من طفولته في الجزائر العاصمة. تسبب نقلي إلى مركز الاعتقال في الاجتماع به للمرة الثانية. كان لا يزال بصحة جيدة في الظاهر، لكنه كان يشكو كثيرا من ألم في ساقه اليمنى. لا يوجد في نظام السجون الجزائرية في رأيي قوانين تضمن نفس نوعية الرعاية الصحية بين المحتجزين وبقية السكان. لا أعرف ما إذا كان هناك أي قانون من هذا القبيل، لكن في الواقع ومع هؤلاء البلطجية الذين يحكموننا، فإن قضاء العقوبة هو أن يكون المرء سجينا في المرتبة الأولى، ولا يمكنه أن يكون مريضا. لذلك كان من الضروري أن يموت محمد بوراس للمطالبة بالنظر إلى إمكانية أن يكون السجين مريضا ومحتاجا إلى رعاية. مرت الأيام واشتد الألم عليه أكثر فأكثر. كان موضع الألم في أعلى عظم ساقه، ولم يعد من الممكن تحمله. لم يعد الرجل قادرا على النوم، ولم تعد الأدوية الموصوفة له تعطي أي تأثير عليه. قرر أخيرا طبيب السجن كإنسان إرساله إلى المستشفى.
لم أره منذ ذلك الحين، لكنني علمت من زملائي أنه احتجز في مستشفى شلف وبترت ساقه. هذا الإهمال الطبي هو ممارسة شائعة في السجون، خاصة خلال فترة الاكتظاظ التي عايشناها. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، ومع ظروف الاحتجاز المروعة، تدهورت صحة أخينا محمد بوراس يوما بعد يوم، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بتورمات خطيرة لا حلول لها ولا علاج. بعد فترة وجيزة من لقائي به في آخر مرة خرج لقاعة استقبال الزيارات، كان لا يبقى منه سوى حطام بشري يتحرك بعكازه اليدوي الصنع. أصبحت أيامه معدودة، ولم يمر وقت طويل حتى وصلنا خبر وفاته بواسطة الحراس المنحدرين من منطقة في غليزان. هؤلاء الحراس أنفسهم الذين ينحدر بعضهم من الرمكة هم الذين أخبروا المعتقلين المقربين منهم بملابسات المجزرة ومرتكبيها، وعدد الضحايا والذي فاق بكثير الأرقام التي أعلنها النظام العسكري. يتذكر أهل الرمكة الجناة والمسؤولين، ولا شك لدي في أنهم سيحترمون القسم بالإدلاء بشهاداتهم وكشف المذنبين بمجرد استيفاء الظروف المناسبة. للعودة في هذا السياق إلى حياة السجن في زنزانات مركز الاعتقال، حيث يسود الاكتظاظ وانعدام النظافة والهواء والعفن وندرة الطعام، يعاني العديد من النزلاء بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا في الشتاء والمرتفعة جدا في الصيف. ومن هنا تأتي حقيقة أن سجن شلف يأخذ سمعته السيئة من الذين سبقونا إليه، والمتمثلة في ظروف الاعتقال دون الصفر. يتواصل العبء اليومي للقيود الجسدية بمتغيرات جديدة وتجاوزات دائمة بإمضاء رنجات العسكر تدوس على كرامة وإنسانية المحتجز. على سبيل المثال، جرد 5 معتقلين من متعلقاتهم الشخصية حتى ملابسهم الداخلية كعقوبة لهم، ووضعوا معا في زنزانة واحدة لمدة أسبوع. لم يكن لدى المساكين سوى أيديهم لتغطية عوراتهم أمام بعضهم البعض. هل يمكنك أن تتخيل كيف يمكن لهؤلاء الرجال القيام بصلواتهم وواجباتهم الدينية؟ في كل صباح وفي كلا موقعي الاعتقال يتم جلد المعتقلين لحيازتهم آيات قرآنية مكتوبة على قطعة من الورق. هذا لم يمنعنا من الكتابة وإعادة الكتابة من ذاكرتنا لكل من لم يحفظ القرآن كاملا. في بداية فترة الاعتقال لم يحفظ القرآن بالكامل سوى 10 معتقلين. بعد عامين من مصادرة القرآن وحرماننا منه، ارتفع العدد بحمد الله إلى أكثر من 100 شخص. ومن المفارقات الكثيرة تلك الزيارات التي كانت تقوم بها والدة مدير المؤسسة الفاسد حتى النخاع في كل يوم عيد، فكانت تحثه على معاملتنا بشكل جيد، لأنها لم تكن لديها أي فكرة على مدى وحشية الحيوان الذي ولدته وربته. ومع ذلك فقد عشت ما يقارب 4 سنوات في هذا الجحيم تحت الصفر، باستثناء حالات الغياب المتقطعة والقسرية التي أفضل عدم التطرق إليها في هذه المذكرات. لقد نجوت في خفاء تام، نجوت كوني أكثر المطلوبين في السجن. خلال فترة إقامتي بأكملها بشكل فردي لم أتعرض لمعاملة وحشية أو اعتداء إلا بضع مرات يمكن حسابها على أصابع اليد، على الرغم من أنه ومنذ الأيام الأولى كان من الضروري تحديد كل العاصميين، وخاصة محور القبة باب الواد. فقد كان السؤال من أين أنت يتداول طول الوقت وفي أي زمان ومكان. كشف بعض شباب الكاليتوس والحراش على أنفسهم بسذاجة شديدة فدفعوا ثمن ذلك، رغم أن خلفيتهم لم تكن مطلوبة. واحد منهم وهو مراد ميم معروف عنه أنه شاب متهور، كان يتعرض للضرب المبرح مع كل حركة يقوم بها وفي كل تفتيش. من ناحيتي، وبما أنني كنت أعرف التداعيات المحتملة، اخترت عدم الكشف عن هويتي وعدم إظهار أي اهتمام، فكنت أرد في كل مرة وبنفس رباطة الجأش أنني أتيت من تيزي وزو. كان هذا الرد يذهل الحراس الذين كانوا يتساءلون كيف يمكن أن يكون أحد القبائليين من بين الإرهابيين، فكنت أقدم لهم دائما تفسيرا معقولا ومقنعا، وبالتالي أصبح ذلك جواز سفري الأمني. كان جميع السجناء يعرفونني، لكنهم لم يقوموا بالوشاية بي، وكثيرا ما كنت أسمع أحاديث حول ما تناقلته وسائل الإعلام الدعائية للجنرالات منقذي الجمهورية
حول تفجيرات العاصمة، كما كانوا يشيرون إلى اسمي في مناقشاتهم وفي القضية التي أدنت بها. كانوا يختارون من مساجين قضايا القانون العام أقذرهم وأكثرهم فسادا، مما يعتبرونهم بلا أخلاق أو وازع ديني، لزرعهم معنا في زنزاناتنا على أمل كسر تماسكنا حسب تفكيرهم، إضافة إلى الحصول على عيون وآذان واشية. لم تكن الطريقة ناجحة، بل استطعنا تبني أولئك الأفراد على الفور، وقدمنا لهم الكثير من التنازلات حتى يشعروا بالراحة بيننا، مثل إمكانية اختيار مكان النوم ومن يجاورهم، ومشاركة طعامنا معهم، أو الانعزال في زاوية خاصة بهم تعطي ترجمتها بالفرنسي الحفاظ على القربة الخاصة بهم. نظرا لقلة عددهم ووضعهم الاجتماعي الحرج، كان الاختيار بالنسبة لهم سهلا، لأنهم سيستفيدون من الاندماج في المهجع الكبير. أبلغ الحراس الجلادون الهمجيون إدارتهم أن سجناء الحق العام المرسلون إلى مهاجع الملاحق قد تغيروا بشكل جذري من حيث النظافة والسلوك، وحتى أنهم أصبحوا يواظبون على أداء الصلوات بانتظام، مما في ذلك صلاة الفجر. هذا التغيير غير المتوقع لم يكن ضمن خطة السجانين، فتمت إعادتهم إلى مهاجعهم الأصلية التي غادروها قبل 10 أيام. تعتبر التغييرات في توزيع المساجين على الزنزانات في مركز الاعتقال أمرا شائعا للغاية، كما أنها توفر ميزة القدرة على مقابلة أشخاص جيدين بشكل متكتم. خلال إحدى تلك التنقلات قابلت نزيلا من باريغو المحمدية الآن، وأخبرني عن الفظائع التي تعرض لها زميلي في الزنزانة على يد حراس المخابرات. الرجل في حد ذاته كان يدعى أحمد باء، رفض التحدث عن ذلك، ومحاوري لم يكن على اطلاع جيد، فظللت أحاول التقرب من أحمد باء لعله يروي القليل، لكن كان الأمر محسوما بالنسبة له. لم يعد بإمكانه أن يعيش تلك المشاهد مرة أخرى وروايتها، لأن ذلك سيجعله يسترجعها مرارا وتكرارا. فاكتشفت من خلال كلماته حجم الإذلال الذي عاشه، وعمق الجرح الذي لم يندمل إلا بوفاته. الجانب السلبي في هذه الزنازين الضيقة هو أننا نبقى طوال الوقت تحت أعين ومسامع الضباط أثناء دورياتهم، وبالتالي يتمكنون في كل مرة من الإمساك بقطعة من الورق في متناول أيدينا لحفظ القرآن. أنيسنا في هذه الأماكن البالية والمظلمة، فيأتينا العقاب. كان من المفروض كتابة عبارة القرآن حرام في سجن شلف على لافتة مدخل المعتقل. لقد أدى تواتر وارتفاع سوء المعاملة إلى تحويل مكان الاحتجاز إلى مكان للقمع المنهجي، فكل تلك التجاوزات والاعتداءات لا يمكن حدوثها إلا بموافقة إدارة السجن، ربما بالنظر إلى أن هذه الفئة من الأشخاص تمثل خطرا على سلطة العسكر حتى ولو كانوا في الحجز. قبل أن أطوي هذا الفصل سأذكر ما فعله حارسين، وهما عز الدين من غيزان والمغروس من الشلف، خلال عملية تفشيش قبل حملة القمع، حيث قام الأول عن عمد بركل مصحف القرآن الكريم ليقع داخل المرحاض، والثاني كان يقترب من البوابة ليصيح بكلمات بذيئة وجمل استفزازية خلال صلاتنا المسائية الجماعية. وأتذكر أنني سمعته يقول: لا فائدة للصلاة في الليل لأن الرب نام منذ مدة. انتهى الفصل، وإلى اللقاء مع الفصل الأخير، نازية أم عنترية.